تخيل كده ان جسمك يتحلل قدام عينيك وتشوف لحم جسمك وهو بيدوب. ده اللي حصل لراجل اسمه هساشي اوشي في واحدة من اخطر التجارب النووية رعبا في تاريخ البشرية، والتجربة دي اتحولت لجحيم استمر 83 يوم كاملين. هساشي كان بيشتغل فني في محطة نووية في اليابان وكان اسمها توكيمورا في سنة 1999، ووظيفته كانت بسيطة جدا وهي انه يخلط مواد نووية ببعض. لكن في يوم 30 سبتمبر حصل الخطأ اللي ما كانش فيه اي حد متوقعه. اتجمعت كمية اكبر من اللازم من اليورانيوم المخصب، وده اللي تسبب في حاجة اسمها التفاعل الحرج، والطاقة النووية ابتدت تخرج من المادة بشكل عنيف جدا. وأوشي كان واقف جنب التفاعل والإشعاع ضربه بصورة مباشرة، والجرعة اللي أخدها كانت 17 سيفرت. عاوز أقولك إن الجرعة اللي بتقتل الإنسان هي 5 سيفرت بس. والجسم البشري لما بيتعرض للإشعاع من النوع ده بيبدأ يتحلل من الداخل، خلايا الدم بتتكسر والجلد بيقع وبقية أعضاء الجسم بتبدأ تقف واحدة واحدة. لكن الكارثة بقى إن أوشي ما ماتش في وقتها وتم نقله للمستشفى، ومن هنا بقى بدأ الرعب الحقيقي. الجلد بتاعه اتقشر بالكامل وكأن جسمه اتحرق من جوه، ودم جسمه كله ما كانش قادر يتجدد. ده اللي خلاهم يطلبوا له بلازما كل شوية. وفي يوم واحد بس الدكاترة بدأت تلاحظ إن الحمض النووي بتاعه بدأ ينهار، يعني جسمه فقد القدرة إن هو يجدد أي خلايا جديدة في جسمه. لكن اللي مخيف أكتر إيه بقى؟ إن أوشي كان واعي وكان شايف كل اللي بيحصل له، وكان دايما حاسس بالألم. ده اللي خلاه جاله صدمة نفسية. الأطباء حاولوا بكل الطرق إن هم يساعدوه، حاولوا إن هم يعملوا له عمليات زراعة جلد وتغيير دم كامل، حتى عملية زراعة نخاع العظم، لكن طبعا مفيش فايدة. الإشعاع كان مدمر كل حاجة. في اليوم ال59 أوشي قرر إن هو يقول لهم وقفوا العلاج، لكنه كان مربوط بأجهزة الإنعاش اللي هي مخليه جسمه حي. بس بعد 83 يوم من العذاب المستمر قلبه يقف وكأنه بيستسلم للموت. بس عاوز أقولك على حاجة،